بعض كده التتبيلة السحرية اللي هتودي طعم السلطة دي في حتة تانية. عندي هنا نص راس توم، حوالي 6 7 كده من الفصوص، نص معلقة من الكزبرة على الكمون، نص معلقة من الملح، فلفلاية رومي كبيرة، نوع اللي هو البارد، فلفلاية برضو حراقة، وليمونة واحدة، ونص كوباية من الخل. هضرب كل الكلام ده في الكبة او في الخلاط او في الهون. طحنت كده دقة الثوم بتاعتي في الهون، ولو حابة الخلاط او حابة الكبة مفيش مشكلة. لونها وريحتها وطعمها جميل جدا، ممكن تعملي منها كميات كده، هتوفر معاكي الوقت جدا، وتحفظيها في البرطمان كده في التلاجة. هي بتقعد بره التلاجة على الرخامة، بتقعد بالاسبوع وبال10 ايام، ما بيجرالهاش اي حاجة. تنفع للطماطم المخللة، للبدنجان المخلل، للبطاطس المهروسة، السمك المشوي، يعني ليها استخدامات كتير قوي. وهنعمل كده خلطة بسيطة هنحمر فيها البدنجان بتاعنا. معلقتين كبار من الدقيق ومعلقة نشا واحدة، كميات هنا على حسب البدنجان بتاعك. 3 4 معالق من الدقيق كده، عليهم معلقة نشا كبيرة، معلقة نشا كبيرة. نقلبهم كويس مع بعض، وده الخليط او الكفر اللي هنغلف بيه البدنجان قبل ما نحمره. بتستخدمي بدنجان رومي تمام، بدنجان طويل براحتك جدا. غسلته كويس وشلت العنق اللي هو فوق ده، اللي هو بيبقى لونه اخضر. قطعه دلوقتي دواير، ولو حابه تقطعيه سلايس طويل حسب رغبتك. هقول لكم على خطوه مهمه جدا، واحنا بنقطع البدنجان بالشكل ده يكون معانا شويه كده من الملح، نرش عليه كده عشان هو بيأكسد وبيسمر معانا. هنغلفه كده مع بعض بالشكل ده، وننفضه من الدقيق كده، ونحطه على جنب لحد ما نخلص المقدار كله. لفت كل كمية البدنجان بتاعتها دلوقتي في زيت سخن حرارته متوسطة، ياخد حوالي دقيقتين 3 على كل جنب. البدنجان ياخد لون معايا، وباخد بالي منه كده وعينيا عليه عشان ما يغمقش معايا، لازم يبقى جولد ذهبي فاتح كده. بلاش نغمق اللون بتاعه عشان بيبقى مر شوية، لازم اللون يبقى فاتح. عرفنا ازاي؟ لازم يبقى جولد خفيفة. نص كوباية كده من الطحينة، حوالي 3 4 معالق، حبايتين من الطماطم مقطعاهم مكعبات صغيرة، ودقة الثوم الخطيرة اللي احنا عملناها، بدنجان اللي احنا حمرناه. البدنجان بتاعي الوردة في الطبق عشان يبقى منظره حلو. منها كده ونرش على البدنجان، حابة تقللي حابة تزودي منها براحتك جدا. احلى سلطة بدنجان هتعمليها. السلطة دي هتنفع مع السمك المشوي، تنفع معاكي في يوم اقتصادي، وديها او تقلليها براحتك. الاكله دي اكله صيامي كده نباتي، هتنفع معاكي في اي وقت، للفطار وللغدا وللعشاء. ننزل بعد كده باخر مكون وهو الطحينه، تقليبه كده ونفكها شويه جدا، والطحينه بتنقلها في حته تانية خالص. زودي بقى طحينه زي ما تحبي كده، يعني كل حاجه عندنا متبله، بلاش نزود على الطحينه كمون ولا حاجه، لان الدقه فيها كل حاجه. ميزة السلطة ديت ان الكميات بتاعتها زي ما تحبي، زودي طماطم مكعبات زي ما تحبي، زودي طحينة معاكي لأي وقت، للفطار وللغدا وللعشاء، في منتهى الجمال. زودي بدنجان مقلي، زودي طماطم مكعبات، كمية الطحينة على الوش زي ما تحبي. سهلة بسيطة سريعة، تفتح النفس كده وحرشة، ومن أكلات آخر الشهر، وفي 3 دقايق تحضريها.